وكل قرار بيستهلكه. مريض القلق حقيقي بيعاني. لو بتحس بأي عرض من ده انت محتاج متخصص يسمعك. مش هينفع تتعافى لوحدك، محتاج تتعلم تفرق بين صوتك الحقيقي وصوت القلق جواك. طيب الجلسات هتفيدنا في ايه؟ الجلسات هتخلينا نفهم ازاي الشعور بالقلق جوانا بيتكون مع كل موقف، وازاي نسيطر عليه، وازاي نتعامل مع أنماط التفكير اللي بتغذي الشعور ده جوانا. ازاي نبدأ مع نفسنا بأفكار أهدى وبواقعية أكتر. مش لازم تستنى إنك تنهار علشان تطلب المساعدة، كفاية تحس إنك محتاج تتسمع. معاكم لايف كوتش أميرة عبد الرازق، مهتمة جدا أسمعك وأساعدك تشوف النور اللي جواك حتى لو دلوقتي مش قادر تشوفه.